حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في المنهج الجديد 2024-2025، ودي الحلقة الثانية في الوحدة الأولى. هندرس فيها زمن الماضي البسيط The Past Simple Tense. أنا دلوقتي هختفي من الصورة واسيب لكم الشاشة علشان تركزوا أكتر في المحتوى. يلا بينا. السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. هناخد النهاردة قواعد الوحدة الأولى. عندنا في الوحدة الأولى الماضي البسيط The Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط. بص معايا كده علشان تعرف تذاكر صح. أول حاجة لما تيجي تذاكر أي زمن لازم تعرف 4 حاجات. أول حاجة التكوين، تكوين الزمن. تاني حاجة الكلمات الدالة على الزمن ده. تالت حاجة النفي والإثبات في الزمن ده. رابع حاجة إزاي أكون سؤال في الزمن ده. أقولهم تاني: تكوين الزمن، النفي والإثبات، الكلمات الدالة، إزاي أكون سؤال في الزمن ده. يلا بينا نشوف الزمن بتاع النهاردة والماضي البسيط. أول حاجة التكوين. يتكون زمن الماضي البسيط من التصريف الثاني للفعل. طبعا في الأفعال المنتظمة اللي هي العادية بنضيف دي أو اي دي أو اي اي دي، وبالتالي الفعل بيتحول أو الزمن بيتحول من المضارع للماضي. يلا بينا نشرح النقطة دي بالتفصيل شوية. لو الفعل آخره اي هنضيف له في الحالة دي دي. لو ضفنا له دي بيتحول من مضارع لماضي. لكن إذا كان الفعل آخره حرف الواي قبله حرف ساكن، يبقى آخر الفعل حرف الواي قبله حرف ساكن، يبقى في الحالة دي هنشيل الواي ونضيفه اي اي دي. مثال: cry cried، carry carried. لكن لو كان الفعل آخره حرف الواي وقبله حرف متحرك، قبله ايه؟ حرف متحرك، في الحالة دي هنضيف اي دي فقط، زي play played. في نقطة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها، اللي هي الأفعال الشاذة، الأفعال الغير منتظمة. في الحالة دي الأفعال الغير منتظمة تحفظ كما هي زي ما هي. لو عندك مجموعة من الأفعال في الدرس تحفظها زي ما هي. بعد ما خلصنا التكوين ندخل على رقم 2 والكلمات الدالة. الكلمات الدالة في الزمن ده، زمن الماضي البسيط. أول كلمة yesterday معناها بالأمس، وكلمة last week يعني الأسبوع الماضي، last month يعني الشهر الماضي، last year يعني السنة الماضية، وكلمة ago يعني منذ، وin the past في الماضي، وكلمة in زائد سنة ماضية. يعني لو جت ان وقدامها سنة فاتت كده الزمن زمن ماضي بسيط. حد هيقول لي دلوقتي: طيب يا مستر انا عايز جملة في الماضي، عايز جملة مثال في الماضي. اقول لك هجيب الفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده ايه باقي الجملة. مثال: I played football yesterday. I played football yesterday. يلا بينا نوضحها مع بعض. I ده الفعل بتاع الجملة، played لعبت ده الفعل بتاع الجملة. الفعل هنا فين؟ في الماضي. تمام. الجملة فيها كلمة دالة على زمن الماضي البسيط اللي هي ايه؟ yesterday. نروح بعد كده للنفي. ازاي انفي جملة في زمن الماضي البسيط؟ سهلة وبسيطة جدا. دايما بننفي الجملة في زمن الماضي البسيط باستخدام didn't زائد مصدر الفعل. بننفي الجملة باستخدام didn't زائد مصدر الفعل. يعني مثلا لو جملة زي الجملة اللي فاتت عايز انفيها، اللي هي I played football yesterday، عايز انفيها، عايز اقول انا ما لعبتش كرة قدم بالامس، اقول ايه؟ برافو، اقول I didn't، واجيب ايه بعدها بعد didn't؟ مصدر الفعل I didn't play football yesterday. خلي بالك من الملحوظة اللي جاية، في أفعال ما بتتنفيش ب didn't، زي was بتتنفي ب wasn't بنضيف not بعدها، و were بتتنفي ب weren't. خلاص، يبقى was أو were ما ينفعش ننفيها ب didn't. آخر حاجة معانا النهاردة ازاي أعمل سؤال في زمن الماضي البسيط. عندنا نوعين من الأسئلة. أول حاجة السؤال بهل، هتبقى تركيبة السؤال
كالتالي. اول حاجة هنجيب did، وبعد كده الفاعل بتاع الجملة، وبعد كده مصدر الفعل. مثال: Did you enjoy the film yesterday؟ هل أنت استمتعت بالفيلم بالأمس؟ وفي الإجابة هنقول Yes I did أو No I didn't. لاحظ يو في السؤال بتتحول لآي في الإجابة. زي ما قلنا لو حبينا نسأل سؤال بهل في الزمن ده، زمن الماضي البسيط، بنستخدم did. لكن لو عندي جملة فيها verb to be، فيها was أو were، وعايز أعمل عليها سؤال بهل، ينفع أجيب did؟ لا، ما ينفعش. أعمل إيه؟ السؤال يبدأ بوز أو were. يبدأ بإيه؟ يبدأ بوز أو were زائد الفاعل بتاع الجملة زائد صفة أو اسم. مثال: Was she at home yesterday؟ هل هي كانت في المنزل بالأمس؟ والإجابة هنا أقول لو أيوة yes she was أو no she wasn't لو الإجابة لأ. لكن في حالة السؤال بأداة استفهام زي what، زي where، زي when، أعمل إيه؟ إزاي أكون سؤال في زمن الماضي البسيط باستخدام أداة استفهام؟ سهلة جدا، بس ركز معايا. أول حاجة أجيب أداة الاستفهام، وبعد كده أجيب did، وبعد كده الفاعل بتاع الجملة، وبعد كده مصدر الفعل. ركز على مصدر الفعل، وبعد كده علامة ايه؟ علامة الاستفهام. مثال: What did you do yesterday؟ What did you do yesterday؟ ماذا فعلت بالأمس؟ وطبعا الإجابة هتكون في الماضي. هتقول مثلا I went on holiday، I went to school، I played tennis. أي حاجة عملتها أنت امبارح هتتكلم عنها، بس فين؟ في زمن الماضي البسيط. ملحوظة مهمة جدا جدا جدا: لو عندي جملة الفعل بتاعها was أو were، ما ينفعش لما أعمل عليها سؤال أجيب did. ما ينفعش أجيب إيه؟ أجيب did. أجيب was أو were زي ما هم. مثال: عندي جملة He was born in Cairo، هو ولد في القاهرة. عايز أعمل عليها سؤال، أعمل إيه؟ أيوة where was he born. في الحالة دي ما استخدمناش did علشان الفعل بتاع الجملة الأساسي هنا was أو were. وفي النهاية هديلك تمارين على زمن الماضي البسيط، عايزك توقف الفيديو وتحاول تحلها على مهلك، ولو في حاجة وقفت معاك ارجع للشرح. وفي النهاية ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتشيرها لأصحابك. ولو عندك أي سؤال اكتبه لي في الكومنتات.